السلام عليكم، مساء الخير. انا احب اعرفكم نفسي. اسمي خالد، انا واحد من البيشنتس اللي شغالين مع دكتور عبد الرحمن سعيد والنيوتري فيتنس كلينيك. عامل الفيديو ده از الريفيو بتاعي او الفيدباك بتاعي عنهم، عشان الناس كلها برضو يعني تستفيد لو حبوا يعملوا ياخدوا نفس الطريق اللي انا خدته. انا كنت رايح، بدات مع دكتور عبد الرحمن سعيد شغل في شهر 9 اللي فات، في سبتمبر. انا رايح لدكتور عبد الرحمن. انا كنت الحاله بتاعتي قبل ما اروح له طبعا اوبيز او زايد جدا في الوزن، لدرجه ان انا خلاص يعني انا eligible او انا ينفع اعمل عمليه تكميم. وعندي تايب 2 دايابيتيز او ستيج 2 سكر من الليفل الثاني. يعني الليفل الثاني ما بياخدش انسولين، بياخد دواء. باخد دواء اسمه ميتافورمين. بعد كده ده رحت للدكتور واثنين وثلاثه، ان هم يعني ريكومنديشن ان انا اعمل عمليه التكميم. طبعا انا ما كنتش حابب ان انا اعمل كده او اعمل عمليه جوه جسمي او اقطع حته من معدتي عشان اخس. لا، انا حسيت ان في طريق احسن من كده. كنتش اعرف دكتور عبد الرحمن وما كنتش اعرف عن نيوتري فيتنس كلينيك خالص. واحد من اصدقائي، دكاتره اصدقائي، هم ادوني ريكومنديشن، قالوا لي روح اتكلم معاه، افهم منه، لو عجبك الكلام كمل. فاللي حصل ان انا بحكم شغلي، انا حاليا عايش بره مصر، وبحكم شغلي ان انا شغال في شغل الدي ان اي سيكونسنج كلينيكال ترايلز والحاجات دي. فلما اتقال لي ان دكتور عبد الرحمن سعيد بيشتغل بشغل الدي ان اي، ولازم بيشوف جسمك بيشتغل ازاي، وكل واحد بيشتغل بجسمه مختلف، فقلت له هسمع الكلام very interesting. او يعني الكلام انا يعني فضولي زقني ان انا اروح اتكلم مع دكتور عبد الرحمن وافهم منه الموضوع عامل ازاي. بصراحه من اول قعده مع دكتور عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن فاهم كويس جدا هو بيتكلم في ايه. الكلام منسق، الكلام بروفيشنال، الكلام مش اي كلام، لا الكلام مظبوط وبالحقائق والبراهين والنظم العلميه وكل حاجه. وبشغلي انا شخصيا لا، الكلام مصدق جدا. وانا دورت، وبعد ما قعدت مع دكتور عبد الرحمن انا بصيت كمان اونلاين واتاكدت من المعلومات دي مظبوطه ولا لا 100%. دكتور عبد الرحمن احنا قعدنا اول يوم نص ساعة أو ساعة ونص بنتكلم، بس هو بيشرح لي كل الموضوع هيمشي ازاي والدنيا بتمشي ازاي، عشان انا يبقى عندي القابلية ان انا اخد القرار بتاعي ان انا اكمل او اخد الطريق ده معاه ولا لا. اللي كمان حمسني اكتر ان انا اشتغل مع دكتور عبد الرحمن، الاكسبيرينس بتاعته قبل ما يفتح العيادة او قبل العيادة. كان هو شغال، كان هو النيوتريشنست او اللي هو الطبيب التغذية بتاعهم، الفريق الاول من النادي الاهلي. لان هو بيشتغل مع ناس اثليتس بروفيشنال او ناس رياضيين محترفين. فده طبعا ده شغل تاني خالص، ليفل تاني خالص من الشغل النيوتريشن، وده انا محتاجه في حياتي. يعني انا كنت زمان لعيب سباحه ولعيب كره ميه، فهو هيفهم جسمي وهيفهم الدنيا انا ماشي ازاي، وانا كنت طول عمري رياضي، فهيفهم انا محتاج ايه ومش محتاج ايه. فاللي حصل ان احنا بدانا، قلت اتكلنا على الله، قلنا يلا هنبدا. انا هنا في امريكا ليا ان انا اعمل، او هنا عشان تعمل عمليه تكميم لازم يبقى جسمك في ارقام معينه كده لازم تطلع. فالارقام دي كلها بتقول ان خالد لازم يعمل عمليه تكميم، خلاص ما عندوش حل تاني. انا داخل في حاجه اسمها الاوبيز او اكستريم اوبيز، البي ام اي بتاعي او فوق ال 40، او البادي ماس اندكس، ارقام جسمي كلها من الفات والميه واللي ارقام كتير قوي كده للناس اللي فاهمه الكلام ده. ارقامي اكتر من 40، داخل في 45 و46. السكر التراكمي بتاعي كان داخل 6.9، ده بدخلني في ستيج 2. والسكر الصايم كان 119. فارقامي زي الزفت وحالتي النفسيه زي الزفت. وطبعا انا محتاج اي طريقه ان انا لازم افضل كويس. فاللي حصل مع دكتور عبد الرحمن، بدانا اتكلنا على الله. قال لي بص، انا ما ببصش على وزن، انا ما ببصش على الكلام ده، احنا مالكش دعوه باي حاجه، اللي هحطه لك يشتغل عليه. عملت الدي ان اي تيست، وبدانا واتكلنا على الله، بدانا الشغل، وبدانا نشوف الريزلتس 10 ايام او اسبوع ورا اسبوع. فاولا دكتور عبد الرحمن تاني اكد عليا، انا ماليش علاقه بالوزن، انا ليا علاقه بشكلك. والوزن ده احنا بنبص عليه في اخر حاجه، ده اخر حاجه بالنسبه لنا. يعني ما تبصش على وزنك بتنزل قد ايه كل يوم، على قد ما انت بتبص على شكلك. اللي حصل بعد 3 شهور، يعني انا كلمت ارقامي قبل 3 شهور، انا كنت 136 كيلو او 137 كيلو. ده او قبل ما ابدا مع دكتور عبد الرحمن. السكر التراكمي بتاعي 6.9، والسكر الصايم بتاعي 119. بعد ما 3 شهور دلوقتي مع دكتور عبد الرحمن، انا وزني بقى 122 كيلو بعد 3 شهور بالظبط. وباي ذا واي، انا ما نزلتش الجيم يوم واحد خالص. كله انا ماشي على نظام الاكل اللي دكتور عبد الرحمن بيحطه كل 10 ايام. بوزن، جايب ميزان معين كده بيطلع لي ارقام معينه. احنا بنشتغل انا وهو اونلاين مع بعض. انا عايش بره مصر وعندي شغلي بره مصر، وهو يعني متشكرا بيتواصل معايا على الواتساب. ببعت له ارقامي كل 10 ايام، يبعت لي نظام التغذيه الجديد.
احنا لغايه دلوقتي احنا في 7 او 8 انظمه تغذيه، تمام، مختلفين، كل مره بيغيروا بطريقه. انا شخصيا مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس انا من ثقتي فيه انا ما بفتحش بقي. حاضر يا دكتور هنعمل كذا، لو في حاجه مثلا مضايقاني بتاع بقول له عليها، هو بيغيرها في ثانيه. يعني ما بيستناش او بيناقشني ونغير. طبعا سالته كام سؤال في النص، زي عبيط يعني من اللي انا بسمعهم، اللي هو ايه، مفيش يوم فري يا دكتور، مفيش مش عارف ايه، اللي هو طبعا الرد يعني ايه، اللي احنا عشان شباب زي بعضينا، اللي هو ما تهزرش، اللي هو ده اسمه تهريج، اللي احنا النظام اللي احنا عاملينه نمشي عليه. هتعمل فري هتبوظ الدنيا، هتاخد مش عارف ايه هتبوظ الدنيا، اللي مكتوب لك في الورقه تمشي عليه. الريزلت اللي طلعت من دي ان ايه تيست، التيست نفسه هنا في امريكا محدش فاهمه. الناس هنا اول مره يشوف التكنولوجي دي، او اول مره يشوف التكنولوجيا العاليه قوي دي. باي ذا واي انا هنا رحت النيوتريشنست، انا هنا رحت للناس خبراء تغذيه هنا، مع كامل احترامي للناس اللي هنا في امريكا، دول يعني صفر على الشمال جنب دكتور عبد الرحمن والخبره بتاعته وطريقته في الشغل. هم هنا جايبين ورقه من على النت يدهاني يقول لك لا تاكل 1500 كالوري في اليوم وخلاص. طب اكل اي حاجه؟ اكل اي حاجه. طب يا جدعان انا عندي سكر، كل اي حاجه. ده طبعا قمه في الغباء وقمه في التخلف. وانا طبعا رحت مره للنيوتريشنست اللي هنا في امريكا وما رحتش تاني. وده بعد ما رحت الدكتور عبد الرحمن، رحت اشوف الفرق عشان اقارن برضو، عشان ابقى اميك شور ان هنا في امريكا ما يمكن الدكتور عبد الرحمن بيعملوا نفس النظام اللي هنا. لا، دكتور عبد الرحمن في حته تانيه خالص عن الناس كلها. انا مش بقول كده عشان بمجد في الدكتور عبد الرحمن، الكلينيك كلها جامده جدا. سريعا ارقامي بعد 3 شهور من الشغل مع الدكتور عبد الرحمن، قبل ما ابدا هعيد ارقامي تاني. البي ام اي بتاعي حاجه بنتكلم في 45 46، وزني 136 او 137 كيلو، السكر التراكمي بتاعي 119، والاي 1 سي سوري السكر التراكمي بتاعي 6.9 او 6.9 من 10. السكر الصايم بتاعي 119. انا في ليفل 2 دايابيتيز، باخد دواء سكر وانا عندي 35 سنه. طبعا كارثه بكل المقاييس. دلوقتي بعد 3 شهور، شهر 12، احنا في شهر 12 اهو، النهارده 18 12، السكر الصايم بتاعي 93، التراكمي 5.7. بدل ما كنت مريض سكر بقيت بري دايابيتك، وفي اقل رقم في البري دايابيتك ناقص لي تكه كمان واطلع بره السكر خلاص. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، وزني وصل ل 122 كيلو. انا مش عايز اقول لكم انا يعني انا جايب بدله من 3 شهور وانا في مصر، النهارده او امبارح ما كنتش عارف البسها، البدله قاسيه عليا جدا. البي ام اي بتاعي نزل لتحت ال 40. جسمي بدا يتغير، نفسيتي بدات تتغير، حالتي النفسيه بقت احسن. انا باكل مش جعان. ده نظام الدكتور عبد الرحمن، انت بياكلك وهتاكل وهتتبسط وهتشبع جدا ومش هتجوع. واهم نقطه في الموضوع، ما تجوعش نفسك. مش معنى ان انا مش مجوعش نفسي ان انا اضرب اي حاجه، لو نص محشي على نص مكرونه بشاميل، لا لا لا. اللي مكتوب او اللي الدكتور بيكتبه كله. الوجبات كبيره جدا، مور ذان فيلينج، بتملى البطن، بتملى الجسم، بتديك النيوتريشن اللي انت عايزه، بتاخد شويه فيتامينات معاك اللي هي الطبيعيه اللي المفروض تاخدها بعد سنه 30 لازم تواظب على فيتامينات معينه كل يوم، وبتعيش وحياتك هتبقى افضل بكتير. حياتي الحمد لله رب العالمين، اولا بفضل ربنا، ثانيا بفضل زوجتي اللي هي تعبانه معايا الفتره دي كلها، ودكتور عبد الرحمن. حياتي اتغيرت 180 درجه، 360 درجه كمان، مش 180 درجه. انا بره السكر، وزني احسن، شكلي احسن، خفيف جدا، عارف العب مع اولادي. زمان مش عارف اتحرك، تقيل، مش قادر اعمل اي حاجه. ف انا احب من هنا اقول شكرا دكتور عبد الرحمن، شكرا نيوتري فيتنس كلينيك، شكرا جدا 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 ان انتوا شغالين معايا. انا مكمل، ويعني احب اقفل الفيديو تاني، انا هفضل مكمل معاهم طول عمري. انا مش هبطل. هو ده مش موضوع ان انت مش ده مش الدايت اللي هيجوعك او الدايت اللي هيحرمك. انت مش محروم من حاجه، انت بتاكل كويس جدا ومبسوط وانت بتاكل. مش هتاكل اللي انت عايزه، انت هتاكل المكتوب لك. ولا انت اللي مكتوب لك لو اتعودت عليه اول مره، اول بس لفتين، اللي هو اول 2 سايكلز اللي هم اول 20 يوم، هتلاقي نفسك انت اوتوماتيك بتاكل الكلام ده خلاص. ده جسمك اتعود على الكلام ده. اي اكل تاني بره المنظومه اللي الدكتور راسمها لك هتلاقينا جسمك اصلا بيتعبك. يعني انا مثلا مره كلت حته، يعني حته جاتوه كده او حته سكريات كده، نفسي هفتني عليها اخدها، جسمي تعبني جدا. يعني انا مش عايز اقول لكم تعبت جدا جدا جدا، خلاص جسمي مش طايق السكر،
مش طايق الفاتس، مش طايق الكربوهيدراتس اللي مش ملهاش لازمه، مش طايق الحاجات الوحشه. انا مش بقول كده ان هو ده الفيدباك بتاعي. انا انا حابب الفيديو ده يكون هو الفيدباك بتاعي. يا رب باذن الله الناس تستفيد منه لو حبت، ويا رب في يوم من الايام الاقي الناس كلها في احسن صحه واحسن حال. شكرا.